السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الطحينة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة جدا. هنجيب معانا ربع كيلو سمسم ابيض، او بالكوبايات هيبقى مجين سمسم ابيض. هتجيبي ابيض مش متحمص. ممكن تجيبي ابيض، مج ابيض ومج احمر، وممكن تعملي الاتنين ابيض. هتبدأي بس تحطيه في صينية او في طاسة على النار، تدفي السمسم تطلعي منه الرطوبة. طبعا انت هتنقي السمسم دوت كويس في الاول وهتظبطيه، بعد كده هتحطيه في الصينية بتاعتك. احنا مش هنحمصه ولا حاجة، احنا بس هندفيه عشان نطلع منه الرطوبة ونطحنه كويس. انا موطيه النار خالص وبقلب على طول علشان ما يتلسعش معايا او لونه يغير. الطريقه دي خطوه مهمه وهتفرق معاكي وانتي بتطحني. هتجسي بس السمسم كده تشوفيه دي فيه ولا لا. خلاص هو كده ظبط معايا، هطفي عليه النار وهبدا احطه في المطحنه. هحط شويه بشويه وهطحنه كويس قوي نعمه. طبعا هتعرفيه ازاي ان هو كده بقى مظبوط معاك. هتلاقيه ناعم خالص، السمسم ما عادش باين، عامل زي الدقيق او زي العجينه كده. هتبداي تفضيه. بعد ما اطحنه هعمل ايه؟ هجيب 5 معالق كبار او مج دقيق زي المج اللي انا عايرت بيه السمسم. يبقى انا حطيت مجين سمسم وسخنتهم على النار وطحنتهم. ودلوقتي هعمل مج دقيق وهيبقى ممسوح مش مليان قوي، وهبدأ ادفيه برضو بنفس الطريقة علشان اطلع منه الرطوبة. برضو مش هستنى لما الدقيق يحمر، انا هدفيه بس. خلاص كده الدقيق بتاعي دفي معايا، هطفي عليه النار وهبدأ بقى اعمل الخطوة التانية. هجيب الخلاط بتاعي، هحط فيه كوباية زيت. كوباية الزيت ديت ممكن تبقى زيت ذرة وممكن يبقى زيت قلي عادي، بس يبقى نوع نضيف، مش زيت غامق او ليه ريحة وحشة، علشان ما يبوظش الخطوات معاكي. بعد ما احطه في الخلاط احط عليه نقطتين خل، وبعد كده هبدأ اضربه الاول كويس. بعد ما ضربت الزيت بقى لونه ابيض معايا بالطريقة دي كده، خلاص هبدأ اضيف بقى عليه السمسم اللي انا طحنته، واحط مقدار السمسم كله. بصي السمسم وانا بفضيه معاك عامل ازاي، خلاص هو ناعم عامل زي العجينة اصلا. هتفضي السمسم بتاعك كله، وبعدين هتشغلي الخلاط وهتضربيه. طبعا في الاول هيبقى تقيل، افصلي الخلاط وشغليه تاني لغاية لما بس الزيت والسمسم يبدأوا يتجانسوا مع بعض. اطفيه وشغلي بقى تاني. هتقعدي بقى تفصلي وتشغلي كده عشان الخلاط ما يبصش معاكي، لغاية بس ما المقدار بتاعك يبقى خلاص ناعم خالص، السمسم والزيت اختلطوا ببعض كويس. طريقة سهلة بس ومش هتاخد معاكي وقت. امشي الخطوات مظبوط هتطلع معاكي كويس. خلاص انا كده نعمته خالص. بصي بعد ما خلطته على بعضه هبدأ بقى اضيف الدقيق اللي انا كنت دفيته، وبرده هضيف الدقيق مرة واحدة. هشغل برضو الخلاط بتاعي لغاية ما الدقيق يمتزج مع السمسم والزيت كويس. برضو افصلي وشغلي تاني، مفيش مشكلة. لو الخلاط بتاعك ضعيف امشي معاه واحدة واحدة. في الخطوة دي بقى بعد الدقيق بتاعك ما يلف مع السمسم والزيت، هتجيبي ربع كوباية زيت وهتبدأي تضيفيها تدريجي مع الخليط بتاعك ده. ما تضيفيهاش مرة واحدة، انت هتضيفيها واحدة واحدة. انا المقدار ده اخد معايا كوباية وربع زيت بالظبط، الكوباية اللي حطيتها في الاول والربع كوباية اللي انا بزودها شوية بشوية. هتضربيه كويس قوي علشان المقدار ده او المكونات دي ما تفصلش منك بعد كده. ده شكل الطحينة بعد ما خلصناها. هتجيبي برطمان نضيف ومتعقم وتبدأي تحطي فيها خليط الطحينة. طبعا الطحينة بعد الضرب ده كله بتبقى سخنة يا جماعة، هنسيبها في البرطمان مفتوحة كده او مكشوف لغاية لما تبرد خالص. لما تبرد هنحطها في التلاجة
لتاني يوم، هتبدأي تستخدميها من تاني يوم علشان تديك الطعم والقوام اللي انت عايزاه. طبعا هي لسه القوام بتاعها هيتقل شوية، هي كده، ولما بتستنى بتتقل شوية. طريقة سهلة وبسيطة وهتوفر عليك، ولا هتحتاجي ان انت تشتريها تاني من بره، هتعمليها في البيت علشان رمضان وعلشان اي وقت واي عزومات. ده شكل الطحينة لو انت عايزة تفضيه في بولة وتسيبيه يبرد براحته خالص. طيب اللي ما بتعرفش بقى تعمل الطحينة اصلا في البيت، بتجيبها جاهزة وما تعرفش تعملها ازاي، هعملها معاكي دلوقتي بطريقة سهلة برضه. هتجيبي معلقتين طحينة، طبعا انت هتعملي دي بعدها بتاني يوم. هتجيب معلقتين طحينة، بصي هتلفي بس الطحينة لفتين كده، وهتبدأي تحطي عليها نقطتين خل. اللي هيعرفك بقى خطواتك صح وان الطحينة بتاعتك مظبوطة ولا لا، انك لما تحطي نقطتين الخل هتلاقي الطحينة بتتقل معاكي. بعد ما تلفيها شوية كده هتضيفي عليها نقطتين ليمون، هتلاقي العجينة جبست معاكي تاني. هتبدأي بقى تزوديها مية شوية بشوية، وهتتحكمي في المية بتاعتها على حسب القوام اللي انت عايزاه. في ناس بتحب الطحينة سايلة، وفي ناس بتحبها قوامها تقيل شوية بحيث ان هي تعرف تاكل. طبعا هي اللي خلاص هي عملت زي العجينة تاني بقى، لما حطيت الليمون والخل جبست معايا تاني، فهبدأ بقى ازود مية شوية بشوية. بعد كده هتجهزي البهارات جنبك. البهارات الطحينة الأساسية ملح وفلفل وكمون. لو انت عايزة تحطي بقى شعرة شطة، لو انت عايزة تحطي مثلا اي بهارات تانية براحتك، مفيش مشكلة. بصي ما خدتش وقت خالص. طبعا الطحينة لونها فاتح عشان احنا عاملينها بسمسم ابيض، لو انت عاملة سمسم احمر على ابيض هيبقى لونها غامق شوية. هبدأ اضيف بقى البهارات بتاعتي. لو عايزة تحطي فص توم مهروس اعمليه مفيش مشكلة، بس التوم المهروس هتحطيه على الطحينة لما تكوني خلاص هتستخدميها، يعني ما تعمليهاش وتحطيها في التلاجة وتحطي عليها التوم. ممكن تعملي الخطوات بتاعتك دي وتحطيها في التلاجة، وساعة التقديم خلاص او ساعة الاكل هتحطي عليها فص التوم المهروس اللي انت عايزاه. خلاص الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. هنغرفها بقى في طبق التقديم بتاعنا. طريقة سهلة وبسيطة خالص، ما خدتش معاكي اي وقت. وادي شكل الطحينة. متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.